السلام عليكم. نفسك تعملي كيكة شوكولاتة مظبوطة وهشة ومرتفعة بالارتفاع دوت. تعالي مع بعض نعملها بخطوات بسيطة وسهلة. هتعملي كيكة شوكولاتة زي المحترفين بالظبط. أول حاجة هنجهز الصينية بتاعتنا. أحسن حاجة لخبز الكيك هو الصواني الألمونيا ومن بعديها الجرانيت. الألمونيا حلوة جدا لأن هي مش بتخلي الحاجة تتلزق، وكمان بيخليها تستوي من كل الاتجاهات بنفس المستوى. أنا هنا دهنت الصينية بتاعتي بمعلقة من السمنة ومعلقة من الزيت. ممكن تبطنيها بالدقيق لو انت حابه او مش متاكده ان الصينيه بتاعتك بتلزق او لا. هنا معايا اول حاجه تلت كوبايه من الكاكاو، ويفضل الكاكاو الاسباني الغامق. تلت كوبايه يعني ربع كوبايه ومعلقه كبيره. تمام. ومعايا كمان هنا كوبايتين ونص من الدقيق، دقيق جميع الاستخدامات، وممكن تجيبي دقيق الكيك بيبقى متوفر في اي سوبر ماركت. باكت كبير من البيكنج باودر هنحطه كله، ولازم ننخل المواد الجافة كلها مع بعض كويس جدا. وهنحط كمان معانا رشة ملح كده بتظبط الطعم جدا، وبتخلي الحلاوة يعني متناسبة في الكيكة. تمام. هنا كمان هحط معايا تلت كوباية من النشا بتساعد ان الكيكة معاكي تفضل هشة، وبتساعد انها ما تهبطش منك، وبيفضل ارتفاعها مظبوط، وبتدي الكيكة ملمس اسفنجي زي الكيكات الاسفنجية بتاعة التورت. هننخل كله مع بعض ونتأكد ان احنا نخلناه. النخل دوت بيخلي الكيكة من جوه هشة وبيخليها مش مكتومة. هنسيب بقى كل الخليط اللي احنا عملناه دوت على جنب، ونبتدي فيه الخليط السائل. الخليط السائل هنحط معانا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، ولو البيض بتاعك كبير حطي 3 بيضات. أهم حاجة يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. هنحط معانا كمان ظرف من الفانيليا. ممكن تحطي فانيليا سايلة وده المفضل بالنسبة لي، بس أنا هنا عشان كان عندي ظرف فانيليا واحد، فحطيت كمان معلقة خل كبيرة بتقضي على الزفارة تماما. حطيت كمان معايا هنا كوبايه ونص من السكر. تقدري تحطي كوبايه سكر، تقدري تحطي كوبايه ونص، تقدري تحطي 2 الا ربع، وتقدري تحطي 2. متاح ليكي لحد المقدار دوت. تمام. هنا الماده الدهنيه معانا هي سمنه على زيت. لا عفوا، زبده على زيت. نص كوبايه زبده لنص كوبايه زيت. ممكن تعمليها كلها زيت، ممكن تعمليها كلها سمنه، ممكن تعمليها كلها زبده. بيفرق في المسام بتاعتها. لو بزبده وزيت زي ما انا عاملاها كده، بتلاقي المسام بتاعتها من جوه ناعمه ومتقاربه من بعض. انا هنا حطيت معايا محسن جل. ده لان الكيكه بتاعه الشوكولاته بتبوظ من ناس كتير وبتهبط من ناس كتير ومن جوه بتبقى مكتومه، فمحسن الجل دوت بيخليها هشه ورطبه كده وجميله. ممكن نستغنى عنه بايه؟ بالمحسن البودر اللي موجود في كل السوبر ماركت وعند العطارين، اللي هو كيك شيف. وممكن كمان نحط بيكربونات الصوديوم اللي هي الكربونات، وهنحط نص معلقه صغيره. خطوه مهمه جدا ان المواد السائله كلها لازم تدوب مع بعض كويس جدا، ونتاكد ان السكر داب عشان نقدر ننزل بيه كوبايه وتلت من اللبن السخن. اللبن بتاعنا لازم يكون سخن جدا، وصل لمرحله الغليان. بتفرق قوي. قلبيه بسرعه جدا، البيض مش هيستوي ولا هيجرى له اي حاجه. جربيها هتحسي ان الكيكه بتاعتك عامله زي النايتي اللي بتشتريه من بره. هنا بقى هنبتدي ان احنا ننزل على المواد السائل، من المواد السائله على المواد الجافه، وايدك تبقى بتقلب كده على طول معاكي على طول كده. بص يعني ايد بتحط وايد بتقلب لحد ما توصلي معانا للقوام الحلو دوت. قوامها متوسط، لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي. بصي ما شاء الله حلوه جدا. هبتدي بقى ان انا اصبها في القالب بتاعي، واحاول ان انا اصبها كويس بحيث ان ما يبقاش حته اعلى من حته. طبعا الكيكه قوامها حلو، فما تقلقيش من الموضوع ده. حتى لو انت معرفتيش تظبطيه، هنديها كده خبطتين حلوين في الرخامه علشان خاطر تظبط لنا القوام. بما ان هي بقى كيكه شوكولاته، دي خطوه اضافيه ممكن تحطيها وممكن لا. انا بحب احط شويه شوكليت شيبس. خلي بالك في شوكليت شيبس للفرن وفي شوكليت شيبس مش بيتحط في الفرن. للاسف غلطتي هنا ان انا ما تاكدتش من الراجل قبل ما اشتريه هو بيدخل الفرن ولا لا، وطلع اللي هو ما بيتحطش في الفرن اصلا، فعذبتني شويه على ما قلبتها. لان هو نزل في القاع اللي بيدخل الفرن. حتى لو نزل في القاع مش بيلزق في قاع الصينيه. حطيت رشه مكسرات. طبعا حابه تحطيها حطيها، مش عايزه براحتك، بس بتدي طعم غني كده للكيكه وبتخليها حلوه جدا. هندخل الكيكة على فرن درجة حرارة 180 لمدة 50 دقيقة، وعلى حسب الفرن بتاعك تبعيها من بعد 45 دقيقة بالنظر كده شوفيها استوت ولا لا. طلعت معانا بالارتفاع دوت ما شاء الله. الشقوق اللي في الوش دي دليل على نجاح الكيكة، وان البيكنج باودر كان شغال كويس جدا معانا. دي مش دليل خالص ان الكيكة فاشلة او الكلام ده كله، عشان بيجيلي اسئلة كتير كده. بصوا الكيكه ما شاء الله الله اكبر بتلمع جدا زي ما قلت لكم. بصوا الشوكليت شيبس عمل ازاي، لان هو مش مخصص اصلا للفرن. بس مش مشكله، يعني كان طعمه حلو برده لذيذ، ما اتحرقش ولا حاجه. بس هو لما ساح وجي يبرد كتل قوي.
هنا بقى معايا بقى للوش أنا حطيت شوية مربى حليب على شوية نوتيلا وعملت بيهم الوش كله. ممكن طبعا تقسميها وتعمليها طبقات بتبقى حلوة جدا. أنا استخدمت صينية مقاس 24، تقدري تستخدمي صينية لحد مقاس 30، بس كل ما كبرتي مقاس الصينية كل ما الارتفاع معاكي قل. لو شايفة ان الوصفة تستاهل اعملي لها شير كتير عشان توصل لأكبر عدد من الناس. سلام.